مع ميلاد الأرض ولدت الكلمة نبراسا يهدي إلى طريق الغد. وفي الغد حيث يطل اللغو برسم الحياة تتفجر رغوة سؤال بكر يملأ أرجاء المكان لتتولد أسئلة حيرة من تأويل المشهد ومشهد التأويل. آخر كلام برنامج ينسج من الأسئلة مرافعة ناجزة تؤكد أن الحقيقة أكيدة وأن فحوى السؤال لهاة حقيقة. آخر كلام مع أحمد زكرني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وهذا اللقاء المتجدد دائما عبر أثير الصوت فلسطين وبرنامج آخر كلام. الفن حياة، هذا هو عنوان هذا المشوار وهذه السهرة التي يشاركنا فيها في الهندسة الإذاعية تامر أبو مريم، وأجمل تحيات أحمد زكرنا من وراء الميكروفون من الإعداد والتقديم. هما زوجان هي بدأت مشوارها الفني منذ الصغر دون أي تخصص يدعم هذه الموهبة التي عملت وما زالت تعمل على تطويرها ودراستها مؤخرا. شاركت في العديد من الفعاليات والمهرجانات الدولية والعربية باسم فلسطين، وفازت بالجائزة الأولى في إحدى المسابقات الفلسطينية والتي سنتحدث عنها بكل تأكيد خلال هذا اللقاء. أما هو فعازف عود تخرج من بيت العود في مصر ليعود حاملا معه سحر الشرق بين أنغامه الذي يعمل الآن على نقلها لطلاب وطالبات معهد الكمانجات في رام الله بوصفه أستاذا للآلة آلة العود في المعهد. شكل مؤخرا ثنائي شعبي إن صح القول، فهما عرف في الساحة الجامعية تارة والحفلات الصغيرة تارات أخرى. ما يميزهما أن هي صاحبة صوت شجي يطرب السمع، وهو صاحب أنامل محلقة في عوالم الموسيقى والإبداع. رحبوا معي مستمعينا بهذا الثنائي الجميل، الشابة الفنانة نورة أبو ماضي وعازف العود الشاب الجميل خالد عرمين. مساء الخير عليكما خالد ونورة. مساء الخير، أهلا بكما في المرة الأولى عبر أثير صوت فلسطين. هلا فيك. هذا العنوان كان الفن حياة، وحينما نتحدث عن الفن أكيد خالد أنت يعني درست الفن حسب الأصول في بيت العود في مصر. كيف تجد الفن، معنى الفن، رسالة الفن؟ نعم، أول شيء مساء الخير على حضرتك أستاذ أحمد وعلى جميع مستمعينا، وبالأخص بخص الذكر طبعا والدي ووالدتي اللي هم دعموني في كل شيء بحياتي، وأهم شيء بحياتي اللي هو الفن ومسيرتي الفنية. طبعا لهم الفضل الكبير جدا بدعمهم إلي في هذا المجال. أنا شيء جميل لاحظته عليك قبل ما تكمل حديثك، أنا آسف للمقاطعة، إنك في كل لقاء تلفزيوني أو إذاعي أول ما تذكر الوالد والوالدة، وفي هذا الذكر رسالة جميلة لكل والد ووالدة أن الفن شيء راقي، شيء جميل، يجب أن يحترم. وأعتقد أن الأبناء يحترمون الأباء والأمهات حينما يدعمون مواهبهم. هذا واجب أي شخص فينا طبعا، جميل. إنه يحترم أمه وأبوه. وطبعا يعني أنا واحد من الناس بقول عن نفسي إنه أنا مهما عملت في حياتي مش راح أعمل أو أعوضهم عن جزء بسيط جدا من اللي عملوه معي، وربما هم كانوا السبب فعلا إنه أنا وصلت لهذه المرحلة في الفن واللي تعلمته، لأنه هم كانوا يدعموني في أشياء مرات أنا خجلي كان يمنع يعني أو يخليني أقصر من هذا الموضوع. يعني ممكن يقولوا لي اطلع اتعلم في المكان الفلاني،
أخجل شوي أو أتردد، هم كانوا اللي يعطوني الدعم والبوش والدفعة هذه، إنه لا روح أنت عندك إشي روح اتعلم. جميل. وطبعا بالنسبة للموسيقى، الموسيقى حياة زي ما تفضلت، والموسيقى لها تأثير على كل شيء بحياتنا، سواء كان بني آدم. طبعا رقم واحد البني آدم، تأثير الموسيقى على البني آدم. وفي دراسات اليوم على تأثير الموسيقى على النباتات وعلى الكائنات الأخرى في الأرض. سنتحدث عن هذا الأمور طبعا في وقفات أخرى، ولكن خلينا ننتقل لنورا. يعني أنا عفوا بدأت مع خالد، ولو أنه يجب أن نبدأ معك، ولكن بدأت مع خالد لأنه درس الموسيقى دراسة وأنت لم تدرسيها. أنت موهبة وتحاولين الآن تعملين على دراستها وثقلها والفن هو تلك النافذة التي نطل عليها لنؤكد أننا نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا. أنت نورا وأنت خريجة جديدة صحافة وإعلام من جامعة بيرزيت، كيف تنظرين لهذا المشوار الذي تبدأين للتو؟ يعني ما زلت في بداية المشوار. أول إشي يسعد مساك، شكرا كتير لاستضافتك إلنا ولدعمك. طبعا أهلا وسهلا بك، من قدره جدا، لأنه يعني نحن كموهوبين، في كتير موهوبين في البلد بحاجة جدا لدعم إعلامي ولتسليط الضوء على هاي المواهب. هذا حقكم، وهذا البرنامج وهذه الإذاعة هي إذاعة صوت فلسطين، إذاعة الشعب الفلسطيني، إذاعة كل المواهب التي يجب أن تدعم ويفتح لها الأبواب والنوافذ. شكرا لك. عن تجربتي في الموسيقى كمان أنا بدي أشكر أهلي، ودايما بقول لأنه فعليا هم اللي اكتشفوا موهبتي وهم اللي ساعدوني على أنه أكسر حاجز، خلينا أقول الخجل في أني في وقفتي على المسرح، وفي أني أكون أوصل للمرحلة اللي أنا هلأ وصلتها. أهلي دعموني بأنه وفروا لي أي حد كان ممكن موسيقى نقابله، كانوا يقولوا له إنه نورا بتغني، خليها تسمعكم صوتها وتعطونا رأيكم. هيك صار شوي شوي يمكن وصلتني هاي الثقة بالنفس. جميل. وصرت أجرأ في إني أغني. وهي خلينا نستغل هذه المساحة لنقول أن الفن بشكل عام هو أحد دعائم النضال الحقيقي، دون ادعاء، دون شعارات سياسية، دون تصنع. يعني كان المرحوم الكبير ناجي العلي يناضل بالريشة، كان أبا عربي يناضل بالصوت، كان غسان كنفاني يناضل بالرواية وبالقصة وإلى آخره. وبالتالي الفن ليس فقط رسالة حياة ونقطة، وإنما أيضا هو رسالة نضالية وطنية جميلة، يعني يجب أن نشجعها دائما وأبدا ونقف من ورائها. صحيح. هلأ مش بيقولوا كل يناضل بطريقته طبعا، والفن أحد وسائل النضال. يعني الأغنية ممكن كتير يكون مفعولها وتأثيرها أكتر من الخطاب حتى. طبعا. يعني مثلا جوليا بطرس، كتير الناس كانوا بعد حفلاتها يطلعوا مظاهرات. قديه الأغنية ممكن تحمس وممكن يكون إلها دور قوي في التأثير. عشان الناس ما تزعل منا، لا مش معقول يكون معنا 2 فنانين جميلين زيكم وما نسمعهم شيء. يعني بإيش بدكم تبدأوا معنا اليوم؟ في البداية بدنا نسمعكم مقطع من هو صحيح الهوى غلاب، الله. الست أم كلثوم. الله جميل. نظرة وكنت أحسبها سلام، وتمر أوام أتري فيها وعود وعود
وسدود وسدود وآلام عهود لا ولا تنسان عهود مع اللي ملوش أمان عهود لا تسدق ولا تنسان عهود مع اللي ملوش أمان وصبر على ذلة وحرمان وصبر على ذلة وحرمان وبدل ما أقول حرمت خلاص أقول يا ربي زدني كمان وإزاي يا ترى أهو ده اللي جرى وإزاي يا ترى أهو ده اللي جرى أهو ده اللي جرى وأنا أنا معرفش أنا. الله 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 جميل. شكرا. يعني خدتينا العالم تاني مش عارف. الله يعطيك العافية. خالد، تحدثنا عن تجربتك في بيت العود. امتى رحت؟ شو استفدت؟ شو بتحاول تعمل هلا؟ بتحاول تنقل هاي التجربة للطلاب إلى آخره؟ بداية أنا كان مشواري لبيت العود بتقدر شوي تقول صدفة. بأنه يعني أنا صديق والدي قال له بما أنه خالد حابب، سمع أنه أنا حابب أدرس موسيقى بس مش عارف وين، نظرا لعدم توفر الفرص هون كتعليم موسيقى، لأنه هون أكيد بتعرف قديش تكلفة تعليم الموسيقى غالية جدا، وإحنا ناس وسطيين ما بنقدر ندفع على الدرس 200 أو 300 شيكل أو ممكن مرات $100 على الدرس. فأجا صديق أبوي فقال له في معهد هيك للعود، وكنت أنا هذا الزمن مع الوقت اللي أنا كنت جايب عود بس بحاول إني أطلع إشي عليه لحالي. طبعا كان صعب شوي، كتير صعب علي إني لحالي. وكان سن على فكرة يعتبر شوي متأخر بالنسبة لتعليم الموسيقى، يعني المفروض الطالب يتأسس بعمر 12-13 سنة، أنا كان عمري فوق 18 أو 19. فطلعنا على بيت العود زيارة، وكنت أنا شوي متردد لأنه كنت ماخذ فكرة عن العود إنه هي آلة تقليدية وصوتها منخفض. دايما كنا نحتاج، أنا بالنسبة لي كنت أحتاج إنه ليش صوت العود مش مبين في الفرقة، مش واضح، ليش استخدام العود بهذا الأسلوب. لأن العود هو الأساس. حسيت إنه العود قائد للموسيقى الشرقية. يعني إحنا كنا بنشوف متعودين نشوف محمد الأصبجي وراء السيدة أم كلثوم بيعمل هيك، بس ما كنا نسمع لأنه ما كنا نفهم شو وين دوره بالضبط. علما بأنه العود هو أول الآلات التي تتم عليها أو يتم عليها اللحن. نعم. هو بناء اللحن أصلا بيتم على العود. نعم. فلما دخلت بيت العود المصري، بيت العود العربي عفوا، في مصر في القاهرة، شفت العود بيحكي، بيتكلم، برسم لوحات. جميل. بوصل لك صور، كتير أشياء. طبعا العود لما كان يمسك أستاذ نصير شمة كنت ألاقي مئات ألاف الناس قدامه تذهل تصفن فيه إيش بيعمل هذا الرجل. يعني هذه برجع للمدرسة العراقية الحديثة أو بنسميها مدرسة العود الحديثة، بأنه طوروا آلة العود من الأصوات العربية المنخفضة بنقدر نسميها أو الثقيلة للأصوات المرتفعة اللامعة أكثر، عن طريق إضافتهم لأوتار لطبقات أعلى للفا الجواب اللي هو وعدة أمور، أو لطريقة استخدامهم للمقامات الشرقية بطريقة إلقاء مختلفة شوي. يعني والتعبير طبعا، والتعبير استخدامهم لعلم التعبير الموسيقي أو يعني التصوير الموسيقي من خلال العزف على آلة العود. يعني أستاذ زي الأستاذ نصير شمة بوصل لك قصة كاملة عن حدث أو عن معاناة أو صورة جميلة أو قصة حب في لوحة موسيقية،
في موسيقى أنت مجرد أنك تسمعها بيعطيك الإشارة وبقول لك انطلق واسرح في عالمك الخيالي من خلال سماعك لريشته وموسيقى. جميل. طيب نورة، أنت كيف بدأت المسيرة؟ كيف بدأت الرحلة؟ بدأت المسيرة مثل ما ذكرت في البداية، أهلي اكتشفوني. بلشت أغني في البداية بالحفلات الصغيرة اللي كانت تصير بمدرستي، ولما صرت بعمر 13 سنة أو لا بعد هيك 15 انضميت لمعهد الكمانجاتي في رام الله. ومثلت معهم فلسطين وغنيت في عدة دول أوروبية. كان قديش عمرك؟ كان عمري هون 15 16 17 العمر كله ده ان شاء الله. انت هلا كم قديش عمرك؟ 22 ما شاء الله. يعني بنحكي عن 7 سنين بالضبط. عمليا بدأتي الخطوات العملية في هذا المجال. قبلها كنت اطلع حفلات لا برضو يعني اللي كانت تصير بمدينة سلفيت. انا من سلفيت يعني بالمناسبة. حياك الله. اهلا وسهلا. تحية لاهل سلفيت. هلا بك. ويعني كنت أشارك، كانت يعني من وأنا صغيرة بلشت أغني في هاي المهرجانات والحفلات اللي كانت تصير بالمدينة وبالمحافظة. وبعد هيك اختاروني وزارة الثقافة في عمر 17، مثلت فلسطين في مؤتمر الأطفال العرب في الأردن. حلو. جميل. واخترت وإيش كمان شاركت في مسابقة فلسطين الوطنية اللي نظمها معهد إدوارد سعيد في 2012. هذه اللي فزت فيها بالجائزة. بالضبط. جميل. قبل هيك يعني بالمدرسة كنت كتير أشارك بالمسابقات على مستوى محافظة سلفيت وبرام الله، هيك يعني على مستوى المدارس كمان. يعني الحمد لله إنه كنت أفوز يعني أو أخذ المرتبة الثانية. ممتاز. طيب يعني برضو بدنا نرجع للغنى وللموسيقى. شو بدكم تسمعونا إيش تاني؟ رح نسمعكم سألوني الناس. طبعا يعني أنا بحاول أروح على إنه إحنا نسمع الناس. بدي إياكم يعني الناس تعرفكم طبعا، تتعرف عليكم منيح، على خالد في العزف، عليك كصوت. بدنا نستغل هذا الوقت في الاستعراض الموسيقي واستعراض العضلات كمان. إن شاء الله. مثل ما بيحكوا. رح نسمعكم سألوني الناس. نعم تفضل. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب واخدها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، لا أول مرة ما منكن سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب واخدها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، لا أول مرة ما منكن سوا. سألوني الناس عنك، سألوني قلت لهم راجع وعدتلهم
عنك سألوني قلت لهم راجع وعدت لوموني غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني واللي انكوى بالشوق اكتوى ولا أول مرة ما منكن سوا. الله شكرا. يعني مش عارف الواحد قديش ممكن يحكي في هيك تجربة. طيب سريعا خالد، لأنه ما بدنا ناخد الحكي أكتر من الغناء، يعني لازم نغني أكتر. أنت هلا أستاذ للموسيقى في القدس حكيت لي، وفي معهد الكمان جاتي. لو تحدثني أيضا عن هاي التجربة، كيف بدأتها؟ كيف تلاقي طلاب معك؟ هم أنا عرفت أنك أنت بتدرس طلاب صغار إلى آخره. نعم. أول شيء بالنسبة لي أنا تجربتي في المدارس، مدارس يعني الابتدائي، أنا بما أني بدرس في الكلية الإبراهيمية كمان في القدس. حلو. في الابتدائي يعني تاخدش بنصيحة نورة يعني شو شورتك ما تاخدش بنصيحة، احكي اللي بدك إياه. تفضل. لا هيك ناوي أنا. طيب. فبالنسبة لتجربتي في المدارس كتير فادتني. نعم. لأنه قدرت من خلالها أتقرب للطفل بالذات، واللي هو أساس كل بني آدم يعني. حلو. إذا بدك تعرف الإنسان كويس تتعمق فيه من خلال الطفل طبعا. نعم. فقدرت أكتشف طبعا كتير مداخل وطرق وأساليب لكيفية تعليم الطالب الموسيقى أو إعطائه الأدوات والمداخل لأنه يفهم الموسيقى، يقدر يحسها، يقدر يوصل لمرحلة إنه يفهم شو معنى الموسيقى، وعشان يقدر يصير يطبقها على الآلة أو غناء أو غيرها. طبعا تجربتي في الكمانجاتي كانت طبعا برضو مفيدة جدا، من خلال مشاركاتي في عروض تابعة باسم الكمانجاتي. وطبعا في أساتذة كبار جدا، من ضمن الأستاذ خالد صدوق، أستاذ مهران مرعب. هدول طبعا شرف إلي إن أنا اشتغلت معهم، لأنه من الأساتذة الكبار في البلد. كل احترام. وأستاذ إياد ستيتي طبعا. في دائما في تعاون بيننا، وطبعا تعاون زي هيك طبعا بيخلق نوع من التبادل في الثقافات الموسيقية، بالذات بما إنه إحنا بنشتغل في الموسيقى. جميل. فهذا فتح لي كتير طبعا أفق وأبواب. كيف بتلاقي الطلاب في تعاملهم مع الموسيقى؟ انت بتحكي عن اعمار تبدا من 8 سنين 9 سنين حكيت لي؟ لا انا بالنسبه للعود بفضل يكون من 11 لا سنة. اللي انت بتعلمهم قديش اعمارهم؟ هلا بالمدارس صف ثاني وثالث ورابع يعني 8 سنين و9 سنين. بس هذول ما بنعلمهم العزف عائلات حاليا، نعطيهم ادوات اخرى يستخدموها كمداخل. كيف تلاقي موسيقى يعني بالضبط كيف تلاقي دانه طبعا بتفاوت طبعا. العمر بيفرق، بتفاوت بين طفل والاخر. ما في حدا في العالم ما بيقدر يتعلم موسيقى وما بيقدر يفهمها، بس في شخص اسرع من شخص، في شخص الله معطيه موهبه جميله وممكن خارقه، وفي حد بيكون محدود نوعا ما، بس كله قابل للتطوير وللصقل طبعا. جميل. طيب نورة، وأيضا سريعا أنت شاركت بعدد من المهرجانات كما تفضلت قبل قليل، وفي مسابقات أيضا هون. أكيد أنت يعني بتشاركي، وهذا شيء جميل باسم فلسطين، ولكن في الجانب الآخر أكيد تستفيدي، يعني تتعلمي شغلات جديدة. تعطينا فكرة هيك، شو أكتر أشياء اللي تعلمتيها من هاي التجارب؟ شو أكتر الأشياء اللي مش قادرة تنسيها يعني ضايلة معك في الذاكرة؟ هلا يعني بيقولوا إنه يعني دايما معروف، أو أنا هيك يعني بلاحظ إنه ما بتتعلم إلا لتجرب. جميل. ويمكن تجاربي فادتني، خلينا أقول بوقفتي على المسرح مثلا، كيف أتعامل مع الميكروفون، كيف تقريبا أو نوعا ما أتحكم أو أقدر أتحكم في صوتي. هاي التجارب بما أني بلشت أغني من وأنا صغيرة كتير خلتني أقدر أتحكم في هاي الأشياء، ويمكن أعطتني هاي الصفات. فيمكن هذا أكتر إشي ممكن يعني أفكر فيه لما يخطر عبالي مشاركاتي اللي في المهرجانات وفي الحفلات المختلفة. لأنه بتعرف لما بنت أو شاب يعني بلش يغني في عمر متأخر، مش مثل
شاب بلش يغني من هو صغير، في خبرة اتطورت معه مع الأيام حتى لو ما تعلم. إن شاء الله طبعا أنا يعني محتاجة جدا أتعلم، وهلأ بلشنا أنا وخالد بلشت تاخذي دروس مع خالد؟ دروس خصوصية دروس خصوصية سولفيج ويعلمني المقامات الشرقية، لأنه أنا كمان محتاجة أفهم وأدرس علم الموسيقى عشان أفهم صوتي بالضبط وأكون قادرة أكتر أتحكم في صوتي. جميل. طيب روح على الموسيقى ونغني برضو مرة تانية. شو بدكم تسمعونا؟ ايش بدكم تعملوا؟ ايش ممكن نسمعكم؟ نقول برضاك يا خالقي. جميل. احنا قبل يعني طلبوها منا طبعا وانا واحد منهم. بس قبل ما كنا ندخل على الهواء كنت تعملي تيست على اي اغنية؟ في يوم وليلة. في يوم وليلة يعني تغيير في الاعتبار مهمة. أكيد. يلا برضاك. جميل. برضاك يا خالقي. برضاك يا خالي لا رغبتي ورضاي، برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي بيدك، صورت أعضاي، برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي، أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي، لما أناجيك لما أناجيك ولما تستمع شكواي.
يعني هاي المرة غنيتيها أحلى من على الفيديو بصراحة. توافقني يا خالد ولا؟ أكيد بصراحة الفيديو الشمس كانت مؤثرة شوي عليه. طيب خلينا أسألك سؤال نورة. أنت درست صحافة وإعلام وعندك هذه الموهبة الجميلة يعني من رب العالمين، بأيهما ستكملين المشوار؟ يعني بالإعلام ولا بالطرب ولا الاثنين معا؟ يعني أنا درست صحافة، كان في شوي بصراحة صعوبات إني أدرس موسيقى، فاخترت صحافة لأنه أنا بحب الكتابة، والصحافة مجال يعني صح يمكن يبين إنه مختلف أو كتير بعيد عن الموسيقى، بس الإعلام بتداخل مع كل المجالات. فممكن يعني أنا تعلمت إنه قديه الإعلام مهم في توصيل أي رسالة، مثل ما الموسيقى كمان مهمة في توصيل أي رسالة، فاثنين صفهم متكاملين. فيمكن الإعلام رح يخدمني في كيف أنا أوصل رسالتي في الفن. جميل. وهذا هو هدفي. جميل. طيب برجع عليك خالد وسريعا، بتعرف إن إحنا بمجتمع شرقي، ومجتمعنا الفلسطيني تحديدا مجتمع شائري نوعا ما، شرقي إلى حد ما، تمسك العادات إلى آخره. كيف بتلاقي تعامل المجتمع مع الفنان تحديدا مع الفنانة؟ يعني أنت اليوم نورة زوجتك يعني، فكيف تعامل المجتمع مع الفن تحديدا؟ طبعا احنا الفنان بشكل عام كتير في عقبات بطريقه للأسف. احنا مظبط لك الصوت عشان العود، فبدك تقرب شوي على مش مهم الحكي. فبالنسبة للعقبات، وأهم العقبات اللي بواجهها الفنان في البلد طبعا هي لها علاقة في الوضع السياسي. غير الوضع السياسي، عن الأشياء اللي حكيت عنها، المشاكل هاي أي حدا تعرض لها، وإحنا كمان تعرضنا لهذه الشغلات اللي هي المشاكل الاجتماعية طبعا، أو العادات والتقاليد اللي مش بسهولة بنت أو حتى شاب. يعني أنا لما طلعت على مصر درست، كتير كانت تتساءلوا إنه يعني مغلب حالك وطالع على مصر عشان تدرس عود، عشان تدرس بس موسيقى، ليش ما درست مهندس، ليش ما درست دكتور؟ لسه الرسالة مش واصلة للناس تماما للأسف. أكيد طبعا. لا اليوم شوية صدقني أنا بلشت أحس إنه الناس بلشت ترجع لأصل البني آدم، نفس الإنسان. الموسيقى يعني هي جزء من روحه للإنسان، وهي اسمها غذاء الروح، هي أكتر من غذاء الروح، بس هي الروح نفسها. في علاج بالموسيقى، فلما طبعا في علاج في الموسيقى. لما أشوف أنا في المخيمات، أنا بدرس على فكرة في المخيمات عن طريق الكمانجاتي أكتر من المقر الكمانجاتي. لما نلاقي كل هذه الطاقات الموجودة في الأولاد، ولما تيجي تلاقي الرجل المسن اللي عمره 70 سنة ماسك حفيده من إيده أو من 12 سنة وجايبه على المعهد عشان يتعلم، وبقول لي مثلا أنا حابب الولد هذا يصير يعزف زيك، أو مثلا زي أستاذه يعزف جيتار أو يعزف قانون أو whatever شو بتحس إنه فعلا هم الوعي هذا صار طبعا من خلال قديش بصير في نشاطات فنية وثقافية في البلد. فبعتقد بلش يوصل للناس قيمة الموسيقى ومدى أهميتها للإنسان وللطفل. جميل. يعني هو بلا شك أن الموسيقى بكل أشكالها والفن بكل أشكاله عامل من عوامل المجتمع المهمة، وعامل نضالي وعامل وطني، ولا يقل أهمية أبدا عن الكلمة أو عن السياسي أو عن الشعار السياسي. هو اليوم يعتبر عنوان لثقافة أي بلد. يعني إذا أنت بدك تطلع وهوية، على موسيقى وهوية. نعم 100% أوافقك. يعني أجى الدور على أغنية في يوم وليلة. في يوم وليلة. طيب إحنا معنا أغنيتين، يعني ضل معنا وقت تقريبا، معنا أقل 9 دقائق. فبدنا نغني أغنيتين، بدناش نحكي بعد هيك، خلاص بطلنا نحكي. شكرا.
كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته وياما شغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته وياما شغلني طيفه. وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه. نسيت الدنيا وجيت عليه، سبقني هو وفتح ايديه. لقينا رحنا على بحر شوق، نزلنا نشرب ودبنا فيه. ومن يصدق يجرى ده كله، ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. الله الله. طيب في آخر الكلام كلمة ممكن تقولها في دقيقة والمين قبل ما نغني آخر أغنية؟ كلمة لزوجتي لنورة. بقولها إنه أنا تعهدت لها إنه أنا أمشي معاها في مسيرتنا الفنية ولطموحنا وأحلامنا اللي فكرنا فيها مع بعض سوا. جميل. رغم أي تحدي أنا مش راح أسمح لأي تحدي يمنعني من أنه أوصل أنا وياكي لأعلى شيء إحنا فكرنا فيه إن شاء الله. جميل. نورة، آخر كلمة إنه أهم إشي إنك تكون مآمن في حلمك، وأنا كتير مآمنة في حلمي، والحمد لله أنا وخالد جمعنا طموح واحد بالفن، وإن شاء الله راح يعني نتحدى كل العقبات لحتى نوصل ونوصل رسالتنا. جميل. آخر أغنية شو بتكون سمعونا؟ راح نسمعكم مقطع من أنا بعشق البحر للست نجاة. حلو. بيعزف هيك بتحكي انه كان نفسي انقل لك تفاعل الجمهور على صفحتك على 11 او 12 صفحه ماخذين الموضوع شير على صفحه البرنامج، صفحه الفيسبوك. الكل بيحييك، الكل بيسمع اليك، الكل بيحيي خالد. ويعني للاسف النت قطع عندي في الاستديو. الف شكر لكم، شكرا. انتم جميلين بكل معنى الكلمه. بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران، وساعات زيك زعلان، وساعات مليان بالصمت. أنا بعشق البحر. أنا بعشق السماء علشان زيك مسامحة، مزروعة نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة، وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة، وبعيون نغمة
أنا بعشق السماء. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومسافر ومهاجر، وساعات زيك حيران، وساعات زيك زعلان، وساعات مليان بالصمت. أنا بعشق البحر. الله 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 الله، يعني جميل. بديش اضيع على المستمعين اي دقيقة، معنا كمان دقيقتين بدنا ندندن فيهم. اخر الدقيقتين هدول شو بدكم تدندنوا فيهم؟ يلا سريعا. هدول اللي صار وراح انهي انا وانتوا تحكوا، يعني ما لكم علاقة فيه. او لا، حابب انا نعمل وطني. وطني. الفن حياة، كان هذا عنوان هذا المشوار مستمعينا. هذا هو عود خالد عرمين، الشاب الجميل العازف العود الذي يعمل في وطني جبل الغيم الأزرق. هذا وطني يا قمر الندي والزنبق، يا وجوه اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وساعدني وساعدني يا وطني. وهذا الصوت الجميل صوت نورة أبو ماضي، يعني هذا الصوت الشجي وهو يطرب على أنغام خالد. وطني يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق القصايد طالع، أنا على بابك قصيدي كتبتها الريح العنيدي. أنا حجر، أنا سوسني، أنا سوسني يا وطني. هذه تحيات تامر أبو مريم من الهندسة الإذاعية، وأجمل تحيات من وراء الميكروفون أحمد زكارنا. جيراني بالأنطرة تذكروني، بلابل القمرة يندهوني، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجو الجود العمروا، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجو الجود العمروا، عاشوا فيك من 100 سنة، من 1000 سنة، من أول الدنيا. وطني وحياتك وحياة المحبة، شو بني عم تكبر واكبر بقلبي، ويام الجاي جاي فيها الشمس مخباي، انت القوي وانت الغني وانت الدنيا يا وطني. جميل، شكرا نورة أبو ماضي، شكرا خالد عرمين، هذا الحضور الجميل، شكرا لكم على هذا الفن. هذه أجمل تحية مني إليكم مستمعينا، هذه أجمل تحية لخالد ولنورة. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، هذه أجمل تحياتي، إلى اللقاء إن كان في العمر بقية.